اول حاجه مبروك للمغرب فاز البطوله المغربيه. البطوله المغربيه كملت اليوم، مبروك عليهم، يستاهلوا اللقب عن جدارة واستحقاق. العام كامل وهما يتقاتلوا، مبروك عليهم البطوله. وخا هي كانت طويله شويه وشاقه، وسيرتو في هذه الاجواء اللي تلعبت فيها. وهنا ندير واحد ديديكاس لواحد المشجع ديال المغرب الفاسي من باري خويا. ديديكاس ليك، مبروك عليكم البطوله، تستاهلوا البطوله. درك غادي ندخلوا للمواضيع ديالنا. المواضيع ديالنا هي كاين ابراهيم دياز راه داير 4 ديال لي زاسيست. ابراهيم دياز ولا البارح ولا دار 2 اسيست، الحمد لله يعني. والحمد لله ان شاء الله نتمنوا له الخير ونتمنوا التوفيق. لاعب كبير والدور ديالو. ونشكر نشكر وهبي اللي خلالو المجال. وهبي البارح خلالو المجال. لو كان ما خلالوش المجال ما غاديش نشوفوا هذوك 2 اسيست تاليين. دار نتيجه مليحه البارح ما شاء الله عليه. بالتوفيق له في المقابلات الجايه، وان شاء الله يكون حاسم مع المقابله ديال المنتخب الفرنسي اللي ان شاء الله ان شاء الله غادي نربحوهم، ان شاء الله غادي نربحوهم. لانه الاشارات باينه اليوم. هانتوما البرازيل وخرجت البرازيل، خرجت مع النرويج مع هالاند بوحدو واوديغار. يعني هالاند واوديغار في الفرقه ديال الارجنتين، والاخر بدلوا كاع المقابله. وسيرتو هالاند جاب 2 ديال الاهداف وجراو على نايمار ورباعتو وفينسوس. وراك واش خرجوا ترسانه ديال البرازيل، خرجت من كاس العالم. يعني المؤشرات هذه قويه باش ان شاء الله غادي نربحوا، وان شاء الله غادي نلعبوا مع الارجنتين في النهائي، وغنديو هذا الكاس. هذا الكاس عقلوا عليه، انا قلتها 200 الف مره ومن الاولى نقولها. المغرب غادي يلعب مع البرتغال في الدومي فينال، ونربحوا البرتغال ونلعبوا مع الارجنتين في النهائي ونديو الكاس. اللي بغى، واللي بغى يضرب راسو مرحيض يضرب راسو مرحيض، واللي خاصو يوجد روحو من لتما خاصو يوجد روحو. واخا هي صعوبات، هي راه شوف كيما فتنا مع هولندا بصعوبات. تعصبنا البارح في الشوط الاول، الشوط الثاني تحررنا. مع فرنسا غادي عاود عندنا راه جبل. هذا المقابله ما غاديش تدخلوا فيها سياسيين، وانا نعطيها لكم ونكون فيرميها منا. ما تقول الناس لا تقول لك غادي يمشي الرئيس الامريكان، لا وشحال قطر هي امريكان. قطر كانت تجربه خلاتهم جا تما وبقى يرول فيها، بصح امريكان راه ماشي امريكان، راه تما ترامب وعمي ترامب والله لا عقل عليه والله لا وصلها لتما. وراكم تشوفوا اليوم راه قلعوا حمراء ديال اللعاب ديال امريكا، قلعوا له الحمراء، وراه غادي يلعب ضد بلجيكا وراها مرونه في الفيفا. يعني باش تعرفوا بلي راه مشوف ما عنده فين يمشي تما يدير. اقعد يا ودي، ما غاديش تدخل وما عندك لمن غادي تدخل. وراكم فاهمين، والفاهم يفهم. يعني انا قلت لكم واش قطريه امريكا، المهم فاهم يفهم. هذه من جهه. اليوم تشوفوا البرازيل خرجت. ان شاء الله المنتخب المغربي واخا هي صعوبات. يعني شوف باش تواجه البرازيل في الماتش الاول تتعادل معاها، وتربح اسكتلندا في ماتش كبير، وتمشي لهولندا ماتش كبير، وتلعب مع هايتي، وتزيد مع كندا اللي كندا دارت بريسينغ كبير وتمشي معاها، ونزيدوا فرنسا ان شاء الله، ونزيدوا البرتغال. الا وانت البطل، الا وانت البطل الحقيقي. نقول الارجنتين تلاقات مع بطل اسيا، وتلاقات لك غادي تجيب مع اسيا، وتجيب لك مع مع افريقيا مع المنتخب المصري. راه مصر، شوف مصر هذا هو الحد ديالها من الاخر. مصر المنتخب المصري حسام حسن الله يخلف ويجعل البركه، هذا هو الحد ديالكم مع الارجنتين والطياره وقلاع. والله انا نقول لكم الصراحه واش كاين. مصر هذا هو الحد ديالها. حدها الارجنتين، حدها مسيو ميسي. علاش؟ وما غاديش يديروا مقابله كبيره كما دارت الراس الاخضر. لانه حنا العرب اللي مساكين اول مره يلعبوا مع المنتخبات الكبيره، مثلا مصر مع من لعبت مع نيوزيلندا عادي، لعبت مع ايران عادي، لعبت مع عادي ودارت تعادل وكانت قادره تنهزم. جات الاستراليا فريق عادي مشات معاه ضربات الجزاء. يعني درك ملي غتوصل للمستوى العالي غتعرف القيمه ديال المستوى العالي. يعني الضغط، وخاصك تربح، وخاصك تحظي ميسي، وخاصك تحظي الارجنتين، وخاصك تحظي، ما غاديش تقدر دير والو. يعني هذا هو الفرق ما بين المنتخب المغربي والعقليه المغربيه الحاليه، اللي غادي ان شاء الله مازال تمشي على واحد 10 سنين ولا 20 عام، وان شاء الله مازال القاب كبيره جايه في الطريق. ونسيتوا هذا اللقب ان شاء الله نديو هذا اللقب، وكاس افريقيا اللي غادي تردوا الطاس بالسيف عليهم. يعني ما تقدرش المنتخب المصري، لا المنتخب المصري عنده ديك العقليه المحليه، عقليه مازال يعني غير افريقيا وراك تما ودور تما وصافي. يعني بصح الاوروبيه ملي غتواجه الارجنتين غتخاف، غتبقى دير البلوك، وخاصك تحظي ميسي وخاصك. ولكن هذا هو الخطا اللي يطيحوا فيه. لو كان يلعبوا الند كيما دارت الراس الاخضر، نتفق معك، يقدروا يمشيو معاهم ويجروهم 120، ولكن ما يقدروش يلعبوا الند. اول حاجه يعياو. حسام حسن راه موجود اصلا، يقول لهم انا لعبت 120 دقيقه ولعب مع فريق كبير، وصلنا درنا انجاز، وغادي يحسبوا انجاز. هذا الدور 16 غادي يحسبها انجاز صافي، غادي يدخلها لكتاب جينيس ومنا ويبلغوا عليه، ويبقى كل ندوه صحفيه يذكرنا كما ذكرنا بهذه 7 الالقاب، وانا بطل افريقيا 7 الالقاب. علاش؟
تمنيت انا ان شاء الله هاد كاس العالم ديال المنتخب المغربي، وراني نقول لك غادي نيشان المغرب يدي كاس العالم، راه الوجه ديالو خصو يديرو في الارض. علاش؟ لانه ما يقدرش يواجه بهم صحفيين افريقيين. تهضر مع واحد افريقي تقول له حنا عندنا 7 القاب، يقول لك اودي روح شوف المنتخب المغربي جاب كاس العالم، اسكت ما تهضرش. بالله فمك، هذه هي اللي بغيتها انا، تمنيتها وتمنيت انا نقولها له في وجهه ان شاء الله باذن الله، نتلاقى معاه في شي فراج اللي ما يخرجش، نقول له ودي حسام حسن كيف، يقول له انا بطل، اسكت. هذوك كيسان ديالك هذوك ما ساويين والو، روح ديهم واسكت. فهمت؟ يعني العقليه تبدل له، لا وعسى حتى هو يتطور في عقله ويبغي يمشي يجيب كاس العالم، لانه باش تجيب كاس العالم راه خاصك يسموك منتخب مغربي. يعني خصك تكون واقف على شغلك من الديبار، ماشي تساطح مع نيوزيلندا وتربح، وتساطح مع استراليا وتربح وتدير تساطح. المهم البارح الحكم هذاك اللي حكم المنتخب المغربي انا ما فهمتوش، انا من الديبار كنت شاك فيه، لانه السيد كوماسا يجبد الصفرات، والسيد حكم في الدوري الانجليزي، يعني الدوري الانجليزي فيه لي ديالو، فيه الضرب وما كاينش هذوك الانذارات. السيد شبع المنتخب المغربي انذارات او ديبار، الهدف الزوج من شجلو قال لهم انا ما عندي ما ندير لكم، ها دخلك ما غادي ندير. يعني شفتوا كاين واحد الحوايج ربي راه مين يبغي ينصر المنتخب المغربي ينصر المنتخب المغربي. بحال البارح الشوط الاول ما عرفناش واش كان صاري لهم، ابري من دخلوا الحمد لله تسرحت الامور وتحلت فكت العقد، الحمد لله يعني مشاو. راه ما تيق حتى في حاجه، يقدر يكون دايرين لهم شي حاجه في الشوط الاول بلوكاوهم، ما تقدرش تعرف واش كاين شي سحر، ما تقدرش تفهم. ولكن ابري الحمد لله تفكوا مشاو عطاو 3-0 عادي، ضربوهم ب 3-0 وصيفطوهم. ولكن هذاك الحكم ابن عمي حشومه الا تكون انت حكم. انا تفرجت لك الحكم الامريكاني هذا اللي اصله مغربي، كان داير البرازيل وداير النرويج، الصباط والله ما على بالو شي واحد، والله ما على بالو شي واحد. وتمنيت هذا هو اللي يكون في المقابله ديال